إثر الاحتجاجات غير المصرح بها التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخرا، والتي طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة، بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية، واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي. وبالنظر إلى كون هذه السلوكات ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين، ولكونها تقع تحت طائلة التجريم، فقد تمت مباشرة الأبحاث القضائية بهذا الخصوص تحت إشراف النيابات العامة المختصة وفق الضوابط التي يفرضها القانون. وقد أسفرت عن متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه، وتوزعت هذه المتابعات كالآتي: تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه، حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من السيد قاضي التحقيق. كما تمت متابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما أن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير. كما تم متابعة 158 شخصا في حالة سراح، بالإضافة إلى حفظ المسطرة في حق 24 شخصا مشتبها فيه، بالإضافة إلى إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية. كما تبين من خلال هذه الأبحاث تورط مجموعة من القاصرين، وقد تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب. كما أبانت الأبحاث القضائية في هذا الشأن عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج. كما تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني، وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك. كما أن الأبحاث لا زالت جارية من أجل ضبط باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب الأحداث المذكورة ليلة 30 شتنبر، وسوف يتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء الأبحاث القانونية من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن النيابات العامة تحرص على صون أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على النظام والأمن العامين، كما تحرص في ذات الوقت على حماية الحقوق والحريات انطلاقا من المهام التي تطلع بها بمقتضى القانون والدستور. كما أن النيابات العامة لن تتوانى في التطبيق الصارم والحازم للقانون حرصا منها على صون أمن وسلامة المواطنين.